أمريكية سبق وأن قبل فترة أو قبل 3 سنوات اتصلت للأستاذ يحيى علاو وكلمته بصوته. كلمته بصوته. ايه. يعني هاشي يدفع المقلب يعني. أيوة اتصل له بصوته ونعينا ايش يقول. بدأت طبعا صوته. مشاهدينا الكرام من برنامج فرس الميدان، ونحن نطل على محافظة إب والخضرة تكسوها وكأنها ترتدي الثوب الأخضر. إلى هذا المنطلق والشمس قد زالت علينا والليل يدخل علينا رويدا رويدا. إلى هذا المنطلق مشاهدينا الكرام، السؤال يقول: يا ترى دمعته ندى بكى عليها العالم حتى النبي المصطفى، اللهم صل وسلم عليه. دمعته ندى بكى عليها العالم حتى النبي. شوف البداية سليم صح تعال. فعندما قلدنا صوته للاتصال لنفس الأستاذ يحيى علاو، يعني أخذت التليفون دقيت. أيوه. جاوبك. جاوبني. أيوه. قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت بداية معي الأستاذ يحيى علاو. قال وأنا معي الأستاذ يحيى علاو. قلت أسألك سؤال بسيط تجيب نعطيك الجائزة. قال ما هو السؤال؟ قلت ونحن نطل على محافظة تعز من أعالي وسفوح جبل صبر نراها وكأنها سجاد مطرز بالعقيق. إلى هذا المنطلق السؤال يقول. قال ما هو السؤال؟ قلت والسؤال يقول: يا ترى ما هما الأسودان؟ قال الأسودان هما الماء والتمر. قلت إجابة سليمة. قال وين الجائزة؟ قلت دين. قال ليش دين؟ قلت فوق الأول وسجلها. قل بس زي الظرف من الظروف دي عندك. قال ما شاء الله أدى بلاغة على هذا الموقف. أدى بلاغة على هذا الموقف. قال وكأن الصوت يتردد من الهاتف إلى الهاتف. قلت مجاوب الحيد من حق البلاد. قال أريد أن أراك. قلت خلى لمبة الصوت لمبة الصورة حرقة ما تحصل الله بيريم. أوه ها يضحك. رحمة الله رحمة الله عليه. لو تخيلنا الآن وهو موجود بيننا ما يقول للناس؟ ها قد انطلقنا وقد شدينا الرحال إلى رحمة من الله، وأرجو من اليمنيين ومن المعجبين بصوتي الأستاذ يحيى علاو وبشخصيتي أن يطلبوا الرحمة والغفران، لذلك منهم الدعاء ومن الله الإجابة. وأيضا ها قد افتقدتمنا لمدة، والآن شهر رمضان لم أكن موجودا، ولكن إن شاء الله في الآخرة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والجماهير اللي كانت تنتظر يحيى بكت يحيى